إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فلا رب غيره ولا معبود سواه واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته شهادة مبرأة من الشرك والشكوك سليمة وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى سواء السبيل بلغنا الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على أيك الحمائم يا رب صل على النبي المصطفى ما لاح برق في الأباطح أو غبا يا رب صل على النبي المصطفى ما قال ذو كرم لضيف مرحبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته وأحذركم وأحذر نفسي عن مخالفة أمره وعصيانه جل وعلا واتقوا أسباب سخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم محاسبون وعلى تفريطكم نادمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون عباد الله إن الفرد والأمة في يومها ينبغي أن تكون في حالة استنفار وجهاد مع النفس في حالة استنفار وجهاد مع النفس وحظوظها وسهام الأعداء وزحوفها وسمومها ويا عار وهزيمة فرد أوتيت الأمة من ثغرة يقوم على حراستها أما إن التقصير في جهاد النفس وأداء الواجب وسد بنيان الأمة والشعور بالجسد الواحد اليوم يعد جريمة لأن حالنا اليوم كحال اليتيم الضائع الجائع إذا لم يسعى لنفسه مات فإذا قصرنا في العمل لديننا ووجهنا سهامنا إلى صدورنا فمن لا يقوم على ثغر أمة الإسلام أم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم أم يقولون إنا معكم حتى إذا خلوا بأسيادهم قالوا إنما نحن مستهزئون إخوة الكرام يقول المولى جل وعلا وبقوله يهتدي المهتدون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله فكم وكم لله من نعمة سابقة للعبد في هدايته أولا ثم في أعضائه وجوارحه ومنافعه وقواه غير ملتفت إليها ولا شاكر عليها ولو عرضت عليه الدنيا بما فيها بزوال واحدة من هذه النعم لأبى المعاوضة وعلم أنها معاوضة غبن إن الإنسان لظلوم كفار إن الإنسان لربه لكنود يا عبد الله ومن شكر نعمة الله عليك في جوارحك ضبطها بوحي الله العين لا ترى والأذن لا تسمع واللسان لا ينطق
والعقل لا يفكر ويخطط، والقلب لا ينعقد، واليد لا تكدح، والرجل لا تسعى ولا تخطو إلا فيما يرضي المولى جل وعلا. حالك أنا أدري غايتي، أعرف منهاج حياتي، قد تجلى لي مصيري إذ تلوت النازعات. أو كحال عروة رحمه الله حين قطعت رجله لآكلة دبت فيها، فغشي عليه ثم فاق رحمه الله، ثم فاق وحمد الله وأخذ ساقه المبتورة وقال وهو يقلبها في يده: أما والذي حملني عليك في عتمات الليل إلى المساجد، إنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام قط فيما أعلم. معاشر الإخوة، الجوارح جوارح، وأخطرها شأنا أداة البيان. اللسان ترجمان الجنان، كاشف مخبآت الصدور، زارع الضغينة والفتنة في الصدور. تسل السيوف وتدق الأعناق بكلمات، تقوم على صراعات وتثور فتن بكلمات، تضيع أوقات وتشاع اتهامات، وتقذف محصنات غافلات مؤمنات بكلمات. تهدم حصون للفضيلة وتزرع الهموم والحسرات بكلمات يقال على الله بلا علم، وذاك قرين الشرك أكبر الموبقات. السب والهمز واللمز واللعن والطعن والنميمة والقذف والفحش والبذاءة كبائر بكلمات. إنها شجرات لا قرار لها، مجتثات مستأصلات خبيثة، سماؤها وأرضها وماؤها. فإن شئت عنا يا سماء فاقلعي، ويا ماؤها فاصبب، ويا أرض فابلعي. وفي المقابل إخوة الكرام، تستيقظ الضمائر وتحيا المشاعر، وتلين الجلود وتحيا القلوب وتذرف العيون، ويسعد المحزون وتعلو الهمم بكلمات. إنما هي شجرات طيبات تؤتي أكلها كل حين بإذن الله رب الأرض والسماوات. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تهاب لقاءه الشجعان. إخوة الكرام، اللسان سلاح ذو حدين، وخطر جسيم وسلاح فتاك. إن لم يضبط أهلك الحرث والنسل، يلدغك الأفعى ويحرقك اللظى بحروف تقطع الأواصر، وتفصم العرى وتكدر النفوس وتضيق الصدور، ويهجر المسلم أخاه وأمه وأباه. وهاجت سيوف وماجت سيوف، وسال دم فوق مجرى دم، وأصبح القول والإسباع تنبذه كأنه سم في جوف مولود. قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه كما في الصحيحين: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات في الجنة. وفي رواية يكتب الله له رضوانه بها إلى أن يلقاه. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. وفي رواية يكتب الله بها سخطه إلى أن يلقاه. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. يقول المولى عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإن الإنسان معشر الإخوة يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمور والنظر المحرم وغير ذلك، ومع ذلك يصعب عليه التحفظ من حركة لسانه، حتى إنك لترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم الكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا، يزل بها أبعد ما بين المشرق والمغرب، كما قال ابن القيم رحمه الله: فكم رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات، لا يبالي لما يقول. وإن أردت أن تعرف ذلك فانظر إلى ما رواه الإمامان
أن رجلا مجتهدا وجد أخاه على ذنب فقال له: أقصر، فاستمر على ذلك فلم يزل يكرر عليه: أقصر أقصر، فغضب منه ذلك وقال: خليني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال هذا الغيور: والله لا يغفر الله لك يا فلان. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ أكان بي علي وعلى ما في يدي قادرا؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أوبق دنياه وأخراه. معاشر الإخوة، إن مواضع الزلل لا تكاد تنحصر ولا تختصر، ومن أخطر وأسوأ هذه المواضع الاستطالة على الحرمات وتتبع العورات، إنها الحالقة بل الآفة الخطيرة والمزلق العظيم الذي اشتد نكير رسول الله صلى الله عليه وسلم على من اتصف به فيما ثبت عنه. قال: يا معشر